السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد ونواصل معكم توقعات أحوال الطقس ببلادنا اليوم الأربعاء 8 أبريل وإلى غاية يوم الجمعة 7 منه إن شاء الله، مع آخر التحديثات الصادرة هذا الصباح. وكما كان متوقعا، تساقطات مطرية غزيرة عرفتها بلادنا ولا زالت مستمرة هذه الخيرات ببلادنا إن شاء الله. في هذا الفيديو سوف نتعرف إن شاء الله على المناطق المعنية، وكذلك إن شاء الله توقيت ودخول هذه التساقطات المطرية واستمراريتها على بلادنا. ابقوا معنا، تابعوا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك ودعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس على الجميع لتتوصلوا بالمزيد. استمرار عواصف رعدية وتساقطات مطرية قوية إن شاء الله هذا الصباح بالمناطق التالية: تساقطات مطرية قوية مرتقبة بطنجة والشرافات، كما تهم أصيلة والعرائش وادلو والخروب وشفشاون، وكذلك تابودة، وإن شاء الله بالسجن بني فغلوم، القصر كبير، دريوش، أونانا، كيسان، جرف الملحة ومشرع بالقصيري، كما تهم ابن منصور ودار قداري، وكذلك قرية بو محمد، وأجواء إن شاء الله ممطرة وعاصفية بفاس ومكناس، تهلاس، كورمداز، الخميسات، وكذلك بوالماس، الرماني والرباط، وكذلك بن سليمان، كما تهم القارة وبرشيد وخنيفرة وضزم وخريبقة وسطات، زاوية شيخ وبني ملال وأزيلال وقلعة سرغنة وبن قرير وسكونة وكذلك سيدي بوعثمان وأكادير بوعشيبة مراكش شيشاوة وكيمدن أمزميز وإمتانوت. أمطار إن شاء الله قوية بعد ظهر هذا اليوم والفترة المسائية. إن شاء الله استمرت سقطات مطرية اللي غادي تكون إن شاء الله نسبيا ضعيفة إلى معتدلة بالمناطق الشمالية بتطوان، باب برد، شفشاون، وزلال، ميمونة، الساقن، تابودا، كاملة، سيدي علال، التازي، وقرية بو محمد، سيدي سليمان، خميسات، فاس، مكناس، سكورة، مداز، وإفران، والرماني، وبن سليمان، وقطرت بالدار البيضاء، كما تهم القارة برشيد، وسط تساقطات مطرية مهمة. بالنسبة لليلة المقبلة إن شاء الله يستمر تساقطات مطرية على السواحل الأطلسية وأقصى الشمال الغربي، خاصة أمطار قوية من درجة قد اللون البرتقالي مرتقبة بطنجة، تطوان، أصيلة، والعرائش وشفشاون، كما تهم إن شاء الله وزن وللميمونة كاملة، سيدي علال، التازي، قرية بو محمد، سيدي سليمان، مكناس، خميسات، الرباط، وكذلك بالدار البيضاء والمحمدية وبير الناصر والقارة وبرشيد وسطات. المنخفض الجوي إن شاء الله لا زال متمركز غرب البلاد ويواجه سلسلة الاضطرابات الجوية المرفوقة بتساقطات مطرية، والتي قد تكون إن شاء الله قوية أحيانا، حيث تعرف إن شاء الله الأجواء يوم الجمعة إن شاء الله فبداية من الفترة المسائية أجواء ممطرة وأجواء عاصفية. تساقطات مطرية قوية بتطوان والشرافات وادلو وشفشاون، كما تهم إن شاء الله باب الرد، بني فغلو، وعين بيضاء، والقصر كبير، والساكن، وكذلك بكيسان، أونانا، وزان، مشرع بالقصيري، وجرف الملحة، وقرية بو محمد، وسيدي سليمان، دوار، مصامدة، فاس، صفر، آيت، بومدمان، ومكناس، والخميسات، تيفلت، وكذلك بالحاجب، وأقوراي، كما تهم إفران، ومريت، وأقلموس، والماس، ومولاي بوعزة، وزحيدقة، وبير الناصر، والقارة، وكذلك إن شاء الله ولاد بوغادي، كما تهم إن شاء الله تساقطات مطرية قوية، زاوية شيخ، وبني ملال، والبروج، وبن قرير، إملشيل، أزيلال، أكادير، بوعشيبة، مراكش، وسيدي بوعثمان، وكذلك تالوين، تالودانت، وأكادير، وشيشاوة. يوم السبت استمرار تساقطات مطرية اللي غتكون إن شاء الله عاصفية وقوية من درجة قدر اللون البرتقالي إلى أحمر في هذه المناطق، مع هبات رياح قوية. المناطق اللي غتكون مشمولة إن شاء الله وجدان، ناظور، حسيمة، دريوش، وكذلك إن شاء الله جرادة، تاوليد، ساكا، وأكدول، كما تهم إن شاء الله منطقة طنجة، أصيلة، العرائش، وزان، وكامنة، وسيدي علال، التازي، تابودا، تونات، وتهلا، وفاس، ومكناس، وسيدي سليمان، الرباط، الخميسات، وكذلك بإفران، والماس، الروماني، وبن سليمان، دار بيضاء، وخنيفرة، وميدلت، وتونفيت، وزاوية الشيخ،
وبني ملال وإيملشيل وتبانت أزلال وأكادير بوعشيبة وكيمدن وأمزمز تولوج كتيفة إن شاء الله. مساء يوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله أجواء مضطربة وأجواء ممطرة، حيث من المحتمل جدا أن تعرف بلادنا إن شاء الله بداية من يوم الاثنين 13 أبريل استقرار في الحالة الجوية، ولكن لا زالت التحديثات البعيدة المدى تشير إن شاء الله إلى استمرار أمطار الخير ببلادنا. مشاهدينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.